عشان تبني ريج زي ده في شويه اكسسوارات هتحتاج تشتريهم، تعال اقول لك عليهم. واول قطعه هتحتاجها هي البيز بليت دي من شركه سمول ريج. واول حاجه هناخد الباليتا من البيز بليت ونركبها في الكاميرا من تحت، وزي ما انت شايف هي فيها مسمارين، ده عشان يضمن ان الكاميرا ما تلفش على الباليتا من فوق، وده هيكون شكلها بعد ما ريج. بعد كده هتحتاج الاتنين روت دول، ودول بيجوا بمقاسات مختلفه حسب انت هتركب اكسسوارات عامله ازاي على الكاميرا، فبتختار المقاس المناسب ليك. دول هيركبوا في البيز بليت، هيركبوا فيها بالشكل ده من تحت. بعد كده هتقفل عليهم اللوك عشان ما يتحركوش من اماكنهم. انا معيش مات بوكس ومعيش فول فوكس، فاللي انا هركبه بس هو الماونت بتاع الفي ماونت باتري، ودي الماونت بتاعت الفي ماونت باتري من شركه سمول ريج. وبرده الرودز دي على فكره برده من شركه سمول ريج، تقريبا الريج بتاعي كله من سمول ريج. فهي هتركب فيهم من ورا كده. وطبعا قبل ما اقفلها بس هطلع الشاشه هخليها من بره عشان لو احتجتها بعد كده في اي حاجه، وتربط من هنا. بعد كده هتحتاج ايه بقى؟ الفي ماونت باتري. ودي الفي ماونت باتري اللي معايا برده من الشركه سمول ريج، عملت لكم عنها فيديوهات قبل كده. بتركب ورا كده. بعد كده هنروح للخطوه اللي بعدها، نحط التوب هاندل. ودي التوب هاندل برده زي ما انا قلت لكم من شركه سمول ريج، هم مش سبونسر للفيديو ده ولا حاجه، بس هو فعلا الحاجات بتاعتهم بتقعد وقت اكتر، وبتكون المتانه بتاعتها كويسه وموجود فيها فيتشرز كتير، فعشان كده انا بحب استخدم حاجاتهم دايما. وهتركب فوق بالشكل ده. بعد كده نربط. وفي حاجه طبعا اساسيه انا ما كلمتكوش عنها من البدايه، فهو الكيدج ده. الكيدج ده برده من شركه سمول ريج، فهو بصراحه هيديك اوبشن ان انت تركب كل اللي انت محتاجه في اي مكان. بعد كده هنركب المونيتور، ودي المونيتور اللي معايا دي من شركه سمول اتش دي، دي السيني 5. وعشان اركب المونيتور هحتاج الماجيك ارم الصغننه قوي دي برده من شركه سمول ريج. وبرده هو عشان تبقوا عارفين هو معاه القطعه الصغيره دي عشان ااكد بس على الربط بتاع الايد. بعد ما ركبتها اكدت على الربط بتاعها، بثبتها في الزاويه اللي انا محتاجها واقفل اللوك بتاعها. بعد كده بقى الخطوه الاخيره هي ان انا اوصل باور للحاجات دي، فهوصل باور للكاميرا دايركت، واوصل باور للشاشه والاتش دي ام اي. ده اتش دي ام اي برده من شركه سمول ريج. الحلو فيه ان هو سليم، ده انا بستخدمه اكتر لما بحط الشاشه على الرونن، لان هو سليم فمش بيشد الكاميرا ولا بيشد المواتير بتاعه الرونن. لكن لما بعمل الريج الهاند هيلد بستخدم الكابل ده من كوندور بلو. بس بما ان كل حاجه سمول ريج فخليني هستخدم السمول ريج ده ماشي. ويركب في الان من تحت، نركبه كاميرا من هنا. وبرده لعلم الكيدج بيجي معاه قطعه ثانيه بتركب هنا، كل اللي عليها انها بتمسك الكيبل الاتش دي ام اي عشان ما تخلوش يتهز الهزه دي والاشاره تفصل. وعشان الباور بتاع الشاشه فانا هستخدم الكابل ده كابل دي تاب، هيركب في الشاشه ويركب في البطاريه. وزي ما انتم شايفين ادي المخرج اللي في البطاريه اللي هو الدي تاب، هيركب بالشكل ده. بعد كده الكابل بتاع باور الكاميرا يتحط هنا في اليو اس بي، ويتحط هنا في المخرج. وده الشكل النهائي زي ما انتم شايفين. تقدر بقى تظبط الكابلات زي ما انت عايز، وتظبط الماسكه وكل حاجه عشان تبقى مناسبه للتصوير بتاعك. وادي شكلها بالكابل التاني. لو عايز بقى لسته فيها كل الاكسسوارات او الحاجات اللي احنا استخدمناها، اساميها والنوع بتاعها، اكتب في الكومنتات ريج وهبعتهم لك على طول.